ايرفي كيمرر عند يونس الحواصي شنو يعمل الحواصي امام جوج اللاعبين دائما كتم الكره بامام كيمرر هذه محاوله دائما خطيره حمودان وفي الشباك احمد حمودان واخيرا يجد الحل ويسجل هدف في مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصلي. قلت بانه العشر دقائق الاخيره فريق اتحاد طنجه يبحث عن الحلول الهجوميه خصوصا اكيد بدخول الحواصي ودخول عمر المنصوري. اذا كيتمكن فريق اتحاد طنجه في حدود الدقيقه 81 من انه يوقع الهدف الاول بواسطه احمد حمودان. نتابع الاعاده من جديد. اكيد كان عمل ممتاز ديال يونس الحواصي اللي تمكن انه يراوغ كذلك تمريره ممتازه. وحمودان اكيد اللاعب القادم من الخلف يتمكن من وضع الكره في الشباك. كنقول بانه يعني كان انتظار من المدافع محمد النهيري خروج ديال الحارس عبد الرحمن الحواصلي. مشى عبد الرحمن الحواصلي ولكن حمودان كان الاسرع وكان اقرب للكره يضع الكره في الشباك. لاحظوا الفرحه ديال اكيد الطاقم التقني وللاعبين وللمدرب عبد الحق بن شيخه بهذا الهدف اللي كنقول جا اكيد كيقرب لهم كل صغيره وكبيره. فالحواصلي طلب من المدرب وليد الركراكي بانه يكون هناك تريث على مستوى التغيير، وبالتالي الحواصلي اذا يكمل المباراه. والفتح الرباطي الان غادي يحاول انه يضغط بكل قوه في الدقائق الست الاخيره من الوقت الاصلي اكيد دون احتساب يعني الوقت الاضافي اللي غيبقى عند الحكم. هذه محاوله هدف التعادل محمد النهيري في المكان المناسب. قلت غنتظروا ردة فعل ديال الفتح الرباطي وردة فعل كانت سريعة من فريق الفتح الرباطي. محمد النهيري أكيد المدافع بحس هجومي يتمكن من توقيع هدف ديال التعادل. هدف يعني مبكر ديال الفتح الرباطي لم ينتظر كثيرا. حامل اللقب يتمكن من الوصول لمرمى الحارس محمد أنسيف. كنقول بأنه كان فارغ على مستوى الدفاع. لاحظوا يعني هنا المحاولة اللي كانت من الجهة اليسرى بواسطة عبد السلام بن جلول يمرر محمد النهيري في المكان المناسب يتمكن من وضع الكرة في الشباك بهذه الطريقة. لاحظوا محمد النهيري في المكان المناسب. قلت لاعب بحس هجومي مدافع ولكن لاحظوا المكان ديالو يتمكن من وضع الكرة في الشباك. 1-1 بين الفريقين. كان علينا الانتظار حتى العشر دقائق الأخيرة باش نشوفوا الآن جوج ديال الأهداف. الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 85 بواسطة محمد النهيري الذي يرد على هدف أحمد حمودان.